السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا كمان يا فريد ودي قناتي. هنبتدي كده النهاردة الفيديو بتاعنا بالصلاة على والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا انتوا شايفين احنا النهاردة هنعمل ايه. كرنبة. مجبر اخاك لا بطل. انا ماليش في المحشي عشان نبقى صادقين مع بعض، وما احبش اعمل المحشي، بدبس ولادي. فهم يعني هم اللي دبسوني المرة دي وقالوا لي لازم ناكل محشي، وعمالين يزنوا يزنوا، وعندي آخر العنقود زنينة زنينة زنينة. وهي على فكرة هي اللي بتصورني وبتضحك. هي اللي مدبساني في الكرومبة، لففتني الدنيا لاني ما لقيتش في السوق كرومب لحد ما لقيت لها الكرومبة دي. فانا وحظي معاكم النهارده، وتعالوا نجرب ونعمل محشي النهارده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع صعب يا جماعه. مش عايز تطلع لي. طب اطلعها وارجع لكم بقى. طلعتها يا جماعه، طلعتها. شفتوا انا شطوره ازاي؟ دلوقتي هنطلع بقى ايه. انا مش هسلقها كلها، تمام. آه انا هطلع ورقه ورقه واسلقهم حبه حبه مع بعض. طبعا مش هسلق واحده واحده لان كده مش هخلص. انا حاطه حله ميه، طبعا الكوبايه كبيره فعايزه حله كبيره، فاخدت حله بتاع ماما الله يرحمها. حطيتها على النار ومليتها ميه، حطيت فيها شويه كمون. وهاخد بقى كام ورقه كده وهتبقوا معايا برضو واحنا بنسلقها. يلا بينا. كده الميه غليت اهي، انا حاطه فيها نص معلقه كمون صغيره. ونحط بقى بسم الله. ونسيبها دقيقه ونطلعها. تجيبي كده شويه عشان خلاص كده هنطلعها. بسم الله. نحطهم هنا كده في مصفى عشان يتصفوا، ونحط غيرهم. بسم الله. نص دقيقة كده ونقلب الناحية التانية وبعدين نطلعها. احنا سلقنا بقى الكرومبة، بس لسه هنقطعها مع بعض. دلوقتي هعمل التسبيكة تتسبك عبال انا ايه هتتسبك، وبعدين نروح نقطع مع بعض. طبعا المحشي بيحب الزيت والبصل. تمام. ادي كده الزيت. سمنة يسيحوا وبعدين نحط الباقي. هحط بقى دلوقتي البصل. مكترة بصل اهو مع ايه قرن فلفل اخضر حامي مشطشط، وثلاث اربع فصوص ثوم. دي اختياري برضه، في ناس ما بتحبش الثوم، بلاها ثوم لو انتي مش حابه الثوم. ونسيبها تدبل. هي كده دبلت حلوه قوي. هنحط ايه بقى؟ هنحط صلصه. طبعا الصلصه علشان انتوا عارفين الطماطم دلوقتي ما بقتش زي زمان. نديها بقى حمار كده. بيها كده، دخليها كده يمتزجوا ببعض.
ريحتها حلوه قوي. نحط ايه بقى؟ لزوم ايه التكات، هحط هريسه شطه عشان المحشي بيحب الشطشطه. شطشط يا معلم شطشط. وبعدين نحط الطماطم. بسم الله. نحط كل الطماطم. الدنيا مولعه. معلش على الدوشه، معلش من ثوراتية بتاعتي عند دوشه. كده خلاص هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها ونروح نقطع الكرنب كده اهي. الحته اللي هي العريضه دي على فكره دي ما بتترماش، ده في ناس بتملحها، بتعملها مخلل. تمام اهي فيها كده. قطعي بقى التقطيعه اللي انتي حباها اللي تريحك. ممكن تسيبيها ملفوفه كده وتعملي تلفي وتقطعي على المقاس اللي انتي عايزاه، وممكن تقطعي كده اهي. طبعا الحجم برضو والمقاس اللي انتي عايزاه بتقطعيه زي ما انتي عايزه. نقطع واحدة تانية كده مع بعض. شفتوني شطورة زي ما انا شطورة اهو، بعرف اهو. تقيل على قلبي يا جماعة، تقيل والله تقيل، بس يلا عشان خاطر الورد بس، هما مش ورد. كده خلاص هكمل انا بقى مع نفسي كده ونرجع لكم. كده خلاص هي اتسبكت اهي، ايدامها طلع اهي، ايدام طبعا اللي هو السمنه والزيت اهو طلع على الوش كده. خلاص هنطفي عليها ونروح بقى ايه، احنا ما تبلناش طبعا، هنتبل ايه مع الرز كده اما نحط الخلطه كلها على بعض. يلا بينا. هنحط بقى الخضره على الرز. الرز ده انا طبعا انا بحب انقيه حتى لو اكياس، وغسلاه كويس قوي ومصفياه. هنحط عليه بقى الخضره، كزبره، شبت، حزمة بقدونس واحدة يعني. ونحط بقى ايه الصلصة بتاعته. نحط بقى ايه التوابل بتاعتها. نحط كزبرة، كمون، طبعا شطة بقى ده اختياري بقى، يعني الشطة دي اختياري، احنا عندنا بيحبوها مشطشطة ولادي، فلازم اكبادي اللي مريحين قلبي مخليني واقفة بعمل محشي وهو تقيل على قلبي. هنقلبه بقى ونرجع تاني. كده خلاص بقى هنحط في الحلة. بصوا انا التقطيع اللي طلع ده
طبعا الريتاج بتقطع معايا، ربنا يخليها لي بسبب المحشي، فمدبساها برضو معايا، فقلت احطه بدل ما احط من المحشي اهو، يعني استفاد بيه بدل ما ارميه. تمام كده. هنحشي بقى، هنبتدي بقى. بسم الله. نرصها كده. طبعا لازم الطماطم تبقى في، يعني الرز كده الخلطة كلها تبقى حمرا. نضفيها كده من بره، ما تبقاش كلها ملحوسة. يلا قوموا قوموا كلكم في الساعة دي كده، ايه احشوا محشي عشان خاطر ايه عيالكم، فلذات اكبادكم. دي بقى كده اخر واحدة مع بعضينا، وانا اكمله ونرجع مع بعض. طبعا انا ما قلتلكوش ده كيلو رز وعليه الخضره والحاجه. هتقولي لي كيلو ليه؟ هقول لكم عشان انا مش عامله كرنب بس، انا عامله فلفل وبتنجان وكوسه. ماشي، هخلص وارجع لكم. احنا كده خلصنا. هنحط له الشوربه بتاعته. لو ما عندكيش شوربه، انا ما عنديش شوربه بصراحه، عملت شوربه كدابه. طبعا الشوربه الكدابه بتبقى شويه ميه وعليهم معلقه سمنه فلاحي، على حبهان، على ماجي، ورق لوري، الحاجات اللي بتعملي بيها الشوربه يعني. ثواني بس. خلاص كده اهي، خلاص. وانا مولعه عليها النار، ونبقى نبص عليها سوا. وخلصنا المحشي، وده شكله بعد ما خلصناه بقى وحطيناه في الاطباق. وانا مش عارفه بصراحه هو هيبقى ايه. اهو اتفتحت دي. استنى اشوف لكم واحده تانية. استنى اقول لكم قاعده مقلوظه كده شويه. هدوق بقى اللي طلبته، هدوق اللي طلبته ماشي، عشان تقولي قدامكم دلوقتي ايه رأيها. احشري كده وكلي وقولي لي رأيك ايه في تعب المحشي اللي انا مش بحب اعمله. امم فظيع حلو. طيب كويس. ودي بقى الحلوة دي اللي تقع، بنتي الكبير حبيبتي اللي هتكبر بخاطري. مش كوسة دي. قولي بحق ربنا. جميل جدا. شفتوا. ويا رب جربوه بقى بالطريقة اللي أنا عملت بيها دي وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا، وأشوفكم الفيديو اللي جاي على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.